يا صباح الفل. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. دلوقتي بقى أنا عند والدتي. شغلت الأسانسير، سحبت الأسانسير وركبته علشان أنا نازلة أجيب لوالدتي سمك، لأنها نفسها تاكل أكل السمك وطلبتها مني إن أنا أنزل أشتري لها. طبعا كالعادة لو بسرعة ما دوستش على زرار الأسانسير عشان أنزل النور بيطفي. دلوقتي هننزل بقى وهنخرج وهنروح السوق، وهاخدكم معايا جولة في السوق وانا بشتري السمك وتعرفوا معايا اسعار السمك. طبعا انا كنت عند والدتي من الصبح بدري، يعني اصلا بت معاها علشان انزل اجيب لها السمك، لانها طلبته مني كذا مرة وانا ما كنتش فاضية. اول لما فضيت نزلت جبته لها. احنا هنا في شارع السودان. المدرسة دي مدرسة تجريبي، لغات حكومة. دي كانت مدرسة اولادي. وهنا بقى الشبراوي، ده معروف جدا في شارع السودان، والناحية التانية محكمة السودان، وبعد كده أسواق الراية، والمتوكل بتاع البن. احنا هنا كده ماشيين اهو في محكمة السودان. هندخل بقى على ترعة السواحل، المكان بقى اللي انا هجيب منه السمك. احنا هنا خلاص دخلنا السوق اهو. ده سوق عزبة الصعايدة، اكيد ناس كتيرة تعرفها في المنطقة في امبابة. ركبت التوك توك ورحت لبتاع السمك اللي انا بشتري منه. زي ما انتم شايفين السمك ده، السمك ده اسمه عماد. سمك البلطي قال لي ب100 جنيه، انا خدته ب90. في ب80 وفي ب60. الصغير او ب60، الوسط ب80. انا جبت الكبير ب90. وعنده السردين، سردين بلدي كان حلو، انا جبت منه برضو كيلو. جبت مكرونة، ده بقى الوسط والصغير. وجبت جمبري، الجمبري ب300 جنيه الكيلو. انا معرفش ضحك عليا في الاسعار ولا لا، يا ريت تعرفوني. السردين خدته ب100 جنيه، البولت ب90 جنيه، الكابوريا خدتها ب100 جنيه، المكرونه ب100 جنيه. الجمبري قال لي 360، خدته ب300. طبعا هو بيقول، هو اصلا سعره 300، هو بيقول 360 عشان انت تعودي تنزلي معاه. يعني انا عارفه ان هو كداب، يعني هم اصلا البياعين بيبقوا كده، بيبيعلك بالسعر هو على مزاجه، بس بيرفعلك في السعر عشان انت تقعدي تنزلي. هنا بقى بعد ما نضفه، انا روحت البيت كان منضف المكرونه ونضف البولتي. بعد ما روحت البيت فضينا بقى انا والحاجه، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويبارك في عمرها. ادعوا لها يا جماعه بطولة العمر وربنا يخليها لينا. هنا بقى فضينا الجمبري والسردين والبولتي، والكابوريا. انا جبت كابوريا برضو، كابوريا ب100 جنيه، هتشوفوها دلوقتي. زي ما انتم شايفين بقى هنا احنا بنوضب بقى، ابتدينا نفضي الحاجة. وطبعا الحاجات دي هتتغسل كويس جدا بملح وليمون وهتتنقع. هنا بقى رحت اجيب لكم الكابوريا. الكاميرا كانت شغالة مصورة المفرش الاحمر بتاع الغسالة. اهي الكابوريا كانت جميلة جدا جدا، وكلها لحم ومسكرة وتحفة، بجد تحفة. هي الاكلة اصلا كلها كانت جميلة. هنا بقى ابتدينا نوضب. انا قشرت البصل وغسلت الطماطم والكرفس. وهنا بقى بحضر لصينيه الجمبري والجزر. انا عملتها معاكم قبل كده على القناه، فمش ما قلتلكوش الطريقه، يعني ما جبتلكوش التفاصيل. هي الصينيه اهي بعد ما وضبتها وحطيتها على النار. وبرده وضبت صينيه السردين، وبرده انا عاملاها معاكم على القناه. دي صينيه السردين البلدي اهي، عاملاها معاكم على القناه. وشوينا البولتي، بنشوي البولتي، احنا هنشوي ونقلي. هنا بنشوي السمك البلطي، وكنت بعمل الرز. والكابوريا عملتها برضو، كنت عاملاها معاكم على القناه. انا مرضتش ان انا اجيب لكم كل التفاصيل، انا جبت لكم الايه، اسعار الاكله والاكله. تمام. دي بقى صينيه السردين، ودي الاكله بعد ما خلصت. انا نسيت اصور لكم فيديو، بس يا رب ان شاء الله يكون عجبكم وقولوا لي رايكم.